السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين سامبل. اليوم غادي نوجدو مسمن اكثر من رائع، بلا زبدة بلا خميرة وبدون دلك. وجدين مسمن بدون تعب وكيجي محمر ومرق. انتم كتشوفوا النتيجة قدامكم، كيجي اكثر من رائع. فإلى عجباتكم وصفة اليوم ما تنسوش ديروا لايك للتشجيع وتضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 2 كيسان دقيق الفينو أو الدقيق الصلب أو السميد الناعم جدا، كله كيفاش كيسميه. غادي نحتاجو 2 كيسان. غادي نحتاجو 3 كيسان دقيق أبيض. أي كأس عبروا به، غير عبروا بنفس الكأس. نضيفوا لهم ملعقة صغيرة ملح. صافي، هادو هما المكونات. وغادي نجمعوا الدقيق ديالنا بالحليب. الحليب يكون شويه دافي، ما يكونش بارد. نجبدوه من الثلاجه ونعجنوا به، لا ندفيوه شويه عاد نعجنوا به. نضيفوه تدريجيا حتى يتجمع لينا العجين. انا غادي نعبر معكم بالكاس باش يبان لكم شحال ضفت. كيف ما كتلاحظوا ضفت الكأس الاول ودابا ضفت الكأس الثاني. ونجمعوا العجين ديالنا. الحليب كنضيفوه كما قلت لكم تدريجيا، يعني كيبقى على حساب الدقيق اللي استعملته. كيف ما كتلاحظوا مازال خاص شويه ديال الحليب. غادي نضيف نصف كأس. غير ما تجريوهاش. انا احتاجيت 2 كيسان ونصف ديال الحليب. كيبقى الحليب كيف ما قلت لكم على حساب الدقيق. العجين ديالنا غير كنجمعوه صافي، ما كندلكوش. صافي، وكناخذوا القليل من الزيت، زيت نباتيه، وكندهنوا بها العجين ديالنا. لاننا غادي نديروه في بلاستيكه غير باش ما يلصقش لينا. وندهنوا العجين ديالنا بالزيت ونديروه في بلاستيكه باش نخليوه يرتاح. استعملوا اي بلاستيكه عندكم، ماشي بالضروره هذه. ونسدوا البلاستيكه ديالنا ونخليو العجين ديالنا يرتاح. كل ما خليتوه يرتاح يكون افضل. الا كنتو زربانين خليوه من نصف ساعه حتى لساعه. انا خليته تقريبا ساعه. وملي ارتاح لينا العجين كيف ما كتلاحظوا كيولي رطب فحال هاد الكناه. صافي، وكنشكلوا منه كويرات طبعا بمساعده الزيت.
كويرات بالحجم اللي بغينا. انا درتهم شويه كبار. ونغطيو الكويرات ديالنا ونخليوهم يرتاحوا تقريبا 15 دقيقه. ضروري نخليوهم يرتاحوا باش ملي نبغيو نطلقوهم ما يجيوناش صعاب ويطلقوا لينا بسهوله. وملي ارتاحوا لينا نبداو نطلقوا في الكويره ديالنا. ضروري نطلقوها جيدا حتى يولي يبان لينا سطح العمل. هاد المرحله مهمه باش يجينا المسمن ديالنا زوين. صافي وكنبقاو نطلقوا الكويره ديالنا بالزيت. غادي نستخدموا غير الزيت لان هذا المسمن ما غاديش نديرو فيه الزبده. كما كتلاحظوا الكويره كتطلق بسهوله وما كتقاب لينا ما والو، يعني ان العجين ناجح وندلك. وملي نطلقوها نرشوها بالقليل من الزيت والفينو ولا السميد الرقيق اللي بغيتو، ونطويوها عادي كيف ما كنطويو المسمن. صافي ملي نطويوها نخليوها جانبا ونستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا جميع الكويرات. وملي نكملوا جميع الكويرات نبداو نطيبوا. ناخذوا المسمنه الاولى اللي صايبنا لانها كتكون ارتاحت. كنبداو بالاولى ونطلقوها. ما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه. صافي ناخذوا مقلاة نديروها فوق النار حتى تسخن. خذوا المقلاة اللي بغيتو. انا كتعجبني هاد الثقيله. نرشوها بالقليل من الزيت ونديروا المسمنه ديالنا. نخليوه المسمنه غير تشد راسها شويه من التحت. صافي نرشوها بشويه ديال الزيت ونقلبوها. ما نخليوهاش حتى تحمر من التحت عاد نقلبوها. غير تشد شويه راسها نقلبوها ضروري. النار تكون متوسطه ما تكونش عاليه لان المسمن ما غاديش يتحمر لينا ويجي اللون ديالو زوين. وما تنقصوهاش بزاف لان المسمن ديالنا ما غاديش يتنفخ ويجينا ممرق. فالنار تكون متوسطه. كيف ما كتلاحظوا كنبقاو نضغطوا على المسمنه ديالنا بهذا الشكل باش تنتفخ لينا يجينا المسمن ممرق وكذلك تحمر لينا وكيجي اللون ديالها زوين. كنظن ان الطريقه واضحه. الطياب كيلعب دور كبير في المسمن ماشي غير العجين. فضروري نحمروه جيدا. حاولت ما نقطعش الفيديو غير زربته شويه باش ما يجيش طويل. ونستمروا حتى تحمر لينا المسمنه ديالنا من الجهتين ونحيدوها. وبنفس الطريقه حتى نكملوا المسمن ديالنا كامل. كنتمنى تكون الطريقه مفهومه. ولا كان عندكم اي تساؤل كتبوه لي في لي كومونتير.
وملي نساليو هذه هي النتيجة ديال المسمن. كيجي محمر وممرق وكيجي لذيذ بدون زبدة بدون دلك. فكنتمنى وصفة اليوم تعجبكم، ولا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع، وتبارطاجيو الوصفة مع الأحباب والأصحاب.